بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيد النائب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بأكادير، السيدات والسادة المنظمون والمؤطرون لهذه الندوة الفكرية، السيدات والسادة المنتمون لأسرة المقاومة وجيش التحرير، السيدات والسادة المتابعون والمتابعات، مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تخليدا للذكرى 69 لثورة الملك والشعب الخالدة التي جسدت أروع صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي الوفي بقيادة العرش العلوي الأبي في سبيل حرية الوطن، ينظم فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأكادير هذه الندوة الفكرية الموسومة بمحطات بطولية من تاريخ المقاومة المغربية، وهي مناسبة لاستحضار أحداث تاريخية وملاحم وطنية متجددة لبناء وإعلاء صروح الوطن وصيانة وحدته الترابية. ويشارك معنا في تأطير أشغال هذه الندوة الدكتور الحسن تكبدار، باحث في التاريخ الاجتماعي مهتم بالتراث وبالمكون العبري والثقافة اليهودية بالمغرب، أستاذ مادة الاجتماعيات بمدينة قلميم. عنوان مداخلتها العلمية: دور اليهود المغاربة في المقاومة المغربية. ثم الأستاذ خالد فطاك، الإطار التربوي بثانوية الإعدادية 11 يناير 1944 بالمديرية الإقليمية لشتوكا أيتباها، باحث في التاريخ والحضارة، حيث سيسلط لنا الضوء في مداخلته على انتفاضة أيتباها باعتبارها ملحمة والضاء في تاريخ المقاومة المغربية. وسيشارك معنا أيضا الأستاذ مبارك فوقس، أستاذ مبرز، باحث في تاريخ الجنوب المغربي، مهتم بكل ما له علاقة بتاريخ المراسي في الساحل الجنوبي للمغرب ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. أستاذ مادة الاجتماعيات بأكاديمية سوس ماسا، من أبرز إصداراته مؤلف المغرب مستنقع المحتل، تصفية الاحتلال البرتغالي بحصن سانتا كروز أكادير ما بين 1505-1541. وقد اختار المشاركة معنا بمداخلة بعنوان حدث المقاومة من خلال البحث في التاريخ البحري الوطني. فليتفضل السادة الأساتذة الأجلاء مشكورين لإلقاء مداخلاتهم العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في البداية أود أن أقدم جزيل الشكر والامتنان لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأكادير على توجيه الدعوة للمشاركة في هذه الندوة. وفي المداخلة هذه سأسلط الضوء على معركة أيتباها أو انتفاضة أيتباها، بطبيعة الحال خلال فترة الاستعمار والتواجد الاستعماري في المغرب، غير أنها أتت نوعا ما متأخرة، خصوصا إن قارناها مع الفترة الأولى، فترة المقاومة المسلحة التي بدأت منذ 1912 واستمرت حتى ثلاثينيات القرن الماضي. ثم انتقل النضال لما يسمى بالحركة الوطنية والنضال السياسي، لكن رغم ذلك فهذه المعركة سجلت في مرحلة النضال السياسي. هذه المعركة شأنها، أو هذه المنطقة شأنها وشأن كل مناطق في المغرب، فقد أحس سكان هذه المنطقة بالظلم، حسوا بالاحتقار من طرف سلطات الحماية، فقرر السكان القيام بانتفاضة، القيام بمعركة ضد هذا المحتل. هذه المعركة التي تزعمها ثلاث شخصيات رئيسية: الفقيه الحسن بن طيب البوشواري، ثم الشيخ إبراهيم بن سيدي أحمد البوشواري، ثم الشيخ الحوسو عمر الوادريمي. هذه الشخصيات كانت تقوم باجتماعات سرية فيما بينهم
ثم فيما بعد بدأوا بدعوة السكان وزرع الحماس في نفوس الساكنة من أجل ماذا؟ من أجل القيام بانتفاضة ضد المحتل، خصوصا وأن فيهم رجال دين، أخص هنا بالذكر الفقيه الحسن بن طيب البشواري الذي لطالما نادى بالجهاد ضد المحتلين أو الجهاد ضد الكفار. وقد بدأت هذه الدعوة تجد آذان صاغية لها في قبائل المنطقة. أتحدث هنا عن قبائل أيت ويغمان، أيت والياض، أيت فلاس، هلالة إلى غير ذلك، أيت وادريم إلى غير ذلك من القبائل المتواجدة في المنطقة الجبلية لشتوكا أيت بها، حتى أن سلطات الحماية قد قامت باستدعاء هذا الفقيه لاستنطاقه والاستجوابه إلى مركز تانلت، لكن في الأخير لم يستطيعوا أن يثبتوا عليه الحجة، ثم أطلقوا سراحه. وفي يوم الجمعة 20 مارس 1936 لبت ساكنة المنطقة النداء، واجتمعوا في منطقة تسمى بأيتواغزن، حيث قاموا بالقيام أداء صلاة الجمعة. وخرج فيهم الفقيه وبدأ يخطب فيهم ويحرضهم على الخروج معه ويدعوهم للخروج معه للجهاد ضد المحتل. كان يدعوهم للمضي معه لأنه سيمضي، ثم بطبيعة الحال أصبح يبحث عن من ينضم إليه للقيام بالجهاد ضد المحتل. صلت الجمعة، ثم عاد المصلين إلى قبائلهم وأوصلوا هذه الرسالة، ثم بدأت جموع المجاهدين تتجمهر وتتجمع بالقرب من مركز أيت بها بالأطوليات، تقريبا 3 كيلومترات عن المركز. لماذا نتحدث عن مركز أيت بها؟ باعتبار أن فيه ما يطلق عليه بالبيرو، ذاك المبنى الإداري، وفيه مخزن للأسلحة، والذي كان هو هدف الأساسي لهجوم هؤلاء المجاهدين. تم تقسيم بعد اجتماع حوالي 500 فرد، تم تقسيم الأدوار عليهم بالقبائل. كل قبيلة ستهجم المنطقة المبنى أو باب في المبنى، وكان الهدف الأساسي هو الوصول لمخزن الأسلحة. لماذا؟ لأنهم لم يتوفروا على أسلحة، خصوصا وأن سلطات الحماية قامت بتجريدهم من أسلحتهم منذ بداية التواجد في المنطقة. إذن كان الهدف هو الوصول إلى هذا المخزن، ثم الحصول على الأسلحة المخزنة فيه واستعمالها للجهاد ضد المحتلين. نسبيا نجحت الخطة لأنهم استطاعوا اقتحام المبنى، لكن للأسف الخونة، ولطالما عانى الوطن من هؤلاء الخونة منذ بداية الاستعمار. إذن قلت لولا الخونة، حيث كان خائن فيما بينهم الذي حال دون وصول هؤلاء المجاهدين لمخزن الأسلحة، وبدأ يطلق النار عليهم حتى استطاع باقي العساكر التواجد للدفاع عن مخزن الأسلحة، ولم تنجح للأسف، لم تنجح الخطة التي تم وضعها في البداية. للأسف الخطة لم تنجح، وفي نفس الليلة وصلت مجموعة من التعزيزات العسكرية من المناطق القريبة من مركز أيت بها، من تيزنيت، من أكادير، كلها لماذا؟ للبحث في كل قبائل المنطقة عن كل شخص شارك في هذه الانتفاضة من أجل الثأر والانتقام منهم. وقد تعرض العديد للاستشهاد، أكثر من 170 شخص. دمرت العديد من البيوت وأحرقت ونهبت، سرقت، وسجن عدد كبير من المجاهدين، كما تم نفي عائلات هؤلاء المجاهدين. وفي نفس الوقت تم التضييق على الزوايا، باعتبار أن كانت السبب الرئيسي في اندلاع هذه الانتفاضة، بل وتم إعدام قادة
المعركة، سواء في المطفية أو بإغراقهم في المطفية أو برميهم بالرصاص. إذن كانت هذه نهاية هذه الملحمة البطولية التي قام بها المجاهدون الأشاوس في منطقة أيت باها. صحيح لم يكتب لها النجاح، لكنها كانت كرد فعل ساكنة أدرار وساكنة المنطقة الجبلية على التواجد الأجنبي في تلك المنطقة، حيث ثاروا ضدهم. إذن هكذا انتهت هذه المعركة للأسف التي لم يكتب لها النجاح، لكنها إن دلت على شيء فإنها تدل على وطنية هؤلاء المجاهدين الذين شاركوا فيها وضحوا من أجل الوطن رغم عدم توفرهم على الأسلحة للقيام بهذا الجهاد. وتبقى هذه المعركة واحدة من إحدى المعارك دائما التي نعتز ونفتخر بها كمغاربة، لأنهم قاموا وقدموا أنفسهم في سبيل هذا الوطن. لننتظر بطبيعة الحال إنصاف هذه المعركة، ولما لا الحديث عنها وطنيا، خصوصا وأن الأقلام التي تناولتها قلة قليلة، بالإضافة لبعض الأشعار والروايات الشفهية. إذن بهذا أكون قد أنهيت مداخلتي التي أشرت فيها لبعض النقاط الرئيسية فيما يخص انتفاضة أيت باها ومعركة أيت باها، بطبيعة الحال لتكون كإشارة مني لكم للبحث أكثر عن هذا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، معكم الأستاذ مبارك فوكس، أستاذ مبرز وباحث في تاريخ الجنوب المغربي. جد سعيد بلقائكم في هذه المناسبة السعيدة لذكرى ثورة الملك والشعب، لتسليط الضوء على شقين اثنين اللي هما الشق ديال المتعلق بالاستعمار والمتعلق بالمقاومة الوطنية ضد الاستعمار. إذا هذا موضوع اللي تطرقت له دراسات كثيرة جدا في مجموعة ديال الدارسين اللي تناولوا تاريخ المغرب اللي تطرقوا لهذا الموضوع هذا. إنما اللي بغيت أنا نضيف فيه إضافة اللي هي بسيطة هو أثر البحر والساحل الوطني المغربي في الاستعمار وأيضا في المقاومة. إذا غادي نقسم هذا المداخلة إلى قسمين. القسم الأول متعلق بالاستعمار من خلال الساحل البحري الوطني، والشق الثاني يتعلق بالمقاومة، ودائما انطلاقا من الساحل ودور الساحل في هذه المقاومة. إذا فيما يتعلق بالحدث ديال الاستعمار، أن الدراسة التاريخية يعني تقريبا في معظمها ما كتهتمش بالجانب ديال دور البحر والساحل في تعرض المغرب للاستعمار. فالاستعمار في المغرب يعني يمكن أن نرجعوا للفترة التاريخية اللي كترجع للقرن الخامس عشر والقرن السادس عشر، وهي الفترة اللي كان فيها التحول ديال طرق التجارة من برية كان كيستخدمها المغرب إلى بحرية تستفيد منها أوروبا. وفي ذيك الوقت في القرن 15-16 أصبحت السيطرة المطلقة للسفن الأوروبية على المحيطات، ونخص بالذكر هنا يعني الأساطيل البرتغالية والإسبانية. والدليل والمظهر الخطير لهذه السيطرة هو سقوط مجموعة ديال الموانئ المغربية والمراسي المغربية في يد البرتغاليين في الساحل الأطلنطي وفي الإسبان في الساحل المتوسطي. وكانت البداية بسقوط مرسى 6 سنة 1415 ميلادية. إذا الاستعمار كيبدا منذ هذه الفترة. تطور في القرن 18 والقرن 19 من مرحلة التدخل المباشر بهذا الاحتلال المراسي إلى التدخل بطريقة أخرى يمكن أن نقول بأنها طريقة اقتصادية، وهي عبر الصيد البحري. أن في القرن 17 والقرن 18 كانت الأساطيل الإسبانية تصطاد السواحل المغربية يعني خلسة، يعني بلا ما يأخذوا الإذن لا من عند السلطان ولا من عند القياد المخزنيين المشرفين على الأمور ديال المناطق الساحلية. في القرن 19 الصيد البحري سيتطور إلى ورقة سياسية. ورقة سياسية هي اللي بات في الاتفاقية ديال
تطوان سنة 1860، حيث أكدت المعاهدة في إحدى البنود ديالها على ضرورة تنازل السلطان لإسبانيا عن المنطقة في المنطقة ديال السواحل الجنوبية للمغرب بغرض الصيد السمكي. والحقيقة أن كانت ضغوط من طرف الأحزاب في كناريا ومن طرف الشركة ديال الصيد في كناريا على الحكومة الإسبانية بالضغط والتدخل لدى السلطان على أساس أن تكون لهم واحد المنطقة ديال الصيد في الجنوب، في السواحل الجنوبية للمغرب. ومن ثم يعني بدات إسبانيا يعني التحرشات ديالها الفعلية للتدخل في المغرب، وهذا هو اللي غادي يبان. وإسبانيا ما خداتش ذاك الوقت يعني ذاك المطالب ديالها ما تحققتش، ولكن انتظرت تقريبا 70 سنة باش يتحقق لها داك الشيء في اتفاقيات ديالو في عند توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 ميلادية. إذن هنا كيبان بأن الاحتلال المغرب يعني ماشي فقط جا من الجانب البري، ولكن كان الساحل يعني عنده واحد الدور يعني كبير فيه، وهذا باختصار شديد جدا. الآن غادي ننتقل إلى الشق الثاني والمتعلق بأشكال المقاومة، يعني أشكال المقاومة لهذا الاحتلال الأجنبي للمغرب سواء قبل الاحتلال الفرنسي أو بعده. إذا الدراسة التاريخية يعني تقريبا لا تجمع يعني لا ما كتطرقش لهذا الجانب هذا، ولو أن المجموعة ديال الرسائل السلطانية سواء زمان السلطان سيد محمد بن رضا أو المولى عبد الرحمن بن هشام أو بالخصوص زمان الحسن الأول يعني كتناول هذا الموضوع ديال المقاومة الذي لا زال لحد الآن يعني غير مدروس بدقة كبيرة، واللي كنتمناو إن شاء الله غادي نصدروا فيه واحد العمل واحد الكتاب مستقبلا. إذا الشكل ديال المقاومة اللي خلات المستعمر رغم أن المغرب يعني يعرف واحد النوع من التراجع يعني في القوة كما كانت عليه مثلا في العصور الوسطى، أن التحرشات الإسبانية والبرتغالية ثم فيما بعد الفرنسية والإيطالية والإنجليزية في القرن التاسع عشر أن اصطدمت بواحد المقاومة هي اللي خلات عملية الاستعمار أن يعني ما يتحققش، وبالتالي أن المناطق الجنوبية في المغرب ما قدرش الاستعمار أنه يخترقها. أشنا هو السلاح، أشنا هي الحرب التي استعملها المغاربة أمام يعني الحشود العسكرية والترسانة القوية للدول الأوروبية اللي هي القرصنة البحرية أو القرصنة الصغرى كما اسمها بول باسكون، واللي هي اختطاف الأسرى أو النصارى وبالتالي استرقاقهم واستغلالهم على أساس التخويف، وأيضا مطالبة القنصليات هذه الدول هذه يعني رعاية هذه الأسرى أن يتم افتداؤهم. يعني ما بين 1700 تقريبا إلى 1910 أن عدد كبير جدا من السفن وعدد كبير جدا من المغامرين الأوروبيين وقعوا في الأسر، وبالتالي تم افتداؤهم بمال كبير جدا، لدرجة أن السفارات الأوروبية والقنصليات كانت تدخل عند السلاطين المغاربة على أساس إطلاق سراحهم، ودائما كان السلطان يحمل مسؤولية ما يحصل إلى الدول الأوروبية وكيقول لهم بأن الميناء أو المرسى الذي يسمح فيه للأجانب بالمتاجرة هو ميناء الصويرة دون غيره. إذا هذا العامل هو اللي خلى أن جون دريموندهايم مثلا اللي كان هو المبعوث الإنجليزي في طنجة يطلق واحد الدعاية بأن المناطق الجنوبية في المغرب هي خارجة عن السلطان، وبأن النفوذ السلطاني لا يمتد إلى هذه المناطق، وهذه كلها كانت كاذب، كانت كلها خزعبلات. وحقيقة الأمر أن هناك ظهائر وهناك رسائل تبين مدى الارتباط ما بين هذه الرعاية المغاربة في المناطق والسلطان للمقاومة ديالهم، يعني العسة التي طلبت اللي كانوا كيقوموا على السواحل، وهذا الفعل الوطني الذي كان يمارس ضد هؤلاء المغامرين هو اللي خلى أن المناطق الجنوبية للمغرب كانت آخر منطقة تعرضت للاستعمار، يعني آخر مناطق يعني ما تحتلت إلى سنة 1934. لو كان الأمر كما كيقولوا هاد الأوروبيين وكما كان كيقول جون دريموندهايم، فلماذا لم يبدأ الاحتلال بها؟ علاش تأخرت؟
إذا فهذا السؤال يغني عن الجواب، بمعنى أن هذا الشكل من الأشكال ديال المقاومة. ننتقلوا الآن، ها هي المقاومة الآن أقول الحماية يعني حلت بالبلاد وتم احتلال المغرب. مرة أخرى غادي نلقاو بأن هذا الساحل والصيد الساحلي كان عنده أثر في بلورة ودفع حركة المقاومة إلى الأمام. فكانت الاستثمارات الفرنسية نزلت المناطق الجنوبية خصوصا إلى ساحل أكادير على أساس الاستثمار في الصناعة، في الصيد وفي صناعة المصبرات واستخراج دقيق السمك. وهذا الشيء كله جاء في فترة ما بين الحربين، وازدهر هذه الصناعة السمكية في فترة الحرب العالمية الثانية. يعني عرفت عن ازدهار يعني قياسي يثير الاستغراب. من بعد البحوث الابحاث اللي درنا وقمنا بها لمده سنوات، لقينا بان هذه الصناعه السمكيه كلها، سواء كانت منها المصبرات او كانت منها يعني دقيق السمك والزيوت، كانت يعني تخدم الاغراض الحربيه، كانت يعني تدعم الجيش ديال فيشي الذي كان يقاوم او كان يعني في حرب ضد قوات الحلفاء. اذا كان الاستغلال شديد، وبالتالي انضمام القصر الملكي بقيادة المغفور محمد بن يوسف إلى المقاومة جعل المسار ديال المقاومة يعني يعرف واحد التحول سريع جدا. وبالتالي لعب فيه هذا الاستغلال السمكي لحكومة فيشي السواحل الجنوبية دورا كبيرا جدا. ذلك أن القوات الأمريكية نزلت في مدن ديال الدار البيضاء وفضالة وأسفي وأكادير لغرض أساس، وهو خنق هذه الصناعة السمكية التي كانت تمول الجيوش ديال فيشي ومن ثم الجيوش النازية. النزول ديالها أدى إلى خنق فعلا تحرك ديال الجيوش الألمانية والاقتصاد الألماني أيضا. بعد 6 شهور غادي تنزل القوات الأمريكية في الإنزال آخر في نورماندي بالسواحل ديال فرنسا. لماذا نورماندي؟ لأن هي الطريق اللي كتؤدي مباشرة إلى العاصمة بروكسل وإلى العاصمة الفرنسية باريس، ومنها الطريق نحو برلين اللي كانت العاصمة ديال ألمانيا النازية. إذن هذا الاستغلال أدى إلى إنزال أمريكي، كما أدى من جهة ثانية إلى استغلال هذا الموقف في إطار المفاوضات التي كانت ما بين جلالة السلطان محمد بن يوسف والرئيس الأمريكي روزفلت على أساس السماح للقوات الأمريكية بالنزول في السواحل المغربية، ولكن شرط دعم القضية المغربية. فعلا هذا ما تم الاتفاق على هذا الأساس. ومن هنا يعني ذات المقاومة المغربية كانت واحد السرعة كبيرة جدا، أن في واحد الوقت يعني من 1912 إلى 1934 يعني كانت مقاومة مسلحة في البوادي، ولكن تأتي إلى ما تأتي إليه. المطور الإصلاحات أيضا تأتي إلى باب المسدود، ولكن انطلاقا من 1944 تحديدا يعني بدات الامور يعني تتسارع بشكل كبير جدا. يعني في 44 كان تقديم ديال وثيقه المعاهده بالاستقلال، المطالب بالاستقلال. سنه 47 كان الخطاب ديال طنجه الذي فضح فيه جلاله السلطان يعني النظام الاستعماري في المغرب بانه يعني اداره استغلاليه وليست تتناقض مع ما ورد في ذاك معاهده الحمايه. من بعد كتجي الخطر الاكبر اللي وقع فيه صوره الحمايه هو الاختطاف او الاسر ديال الاسره الملكيه. انا شخصيا كنسميه اختطاف بهذا الشكل. اذا هذا سرع المقاومه مره اخرى لتنتهي الى حصول المغرب على استقلاله. اذا خلاصه القول أن بالنسبة لتاريخ المقاومة في المغرب يمكن النظر إليه من زاويتين بطبيعة الحال على مستوى النافذة ديال الساحل الوطني والتاريخ البحري. أن يمكن النظر إليه من زاويتين. أولا فيما يتعلق بالاستعمار الذي كان أساسه أو انطلاقته من السواحل، ثم إن المقاومة بدورها يعني أن الساحل البحري وأن الصيد والصناعة السمكية لعبت دور كبير جدا في دفع بمسار المقاومة نحو تحقيق الاستقلال. وما ننساوش هنا بأن كانت هناك مجموعة ديال الأحزاب اليسارية والنقابة اليسارية أيضا التي لعبت في صف المقاومة، وكانت النتيجة يعني في صالح المغرب. إذا فبهذا يعني أتمنى أن أكون قد أوجزت وأوضحت، وأتمنى لكم التوفيق جميعا، وتحية لشهداء هذه الأمة، وأتمنى أن ننتقل كما قال
جلالة السلطان محمد الخامس في خطابه: انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. في البداية أود أن أشكر جزيل الشكر فضاء الذاكرة للمقاومة والتحرير بأكادير، الذي أتاح لي الفرصة مجددا لنشارك معهم في هذه المناسبات الاحتفالية، وفي هذه المناسبات التي تتناول الذاكرة الجماعية للمغاربة، ولا سيما منها ما يتعلق بالاستقلال والمقاومة من أجل الحرية والانعتاق. موضوع هذا اليوم الذي سندردش إن صح التعبير حوله يتعلق بيهود المغرب. هؤلاء اليهود ومدى مساهمتهم في المقاومة والتحرير. تعلمون جميعا أن استمرارية اليهودية بالمغرب راجع إلى عدة أسباب. الأول منها يتعلق بالامتداد الزمني الموغل في القدم لليهود بالمغرب، والذي يرجع إلى مئات السنين. السبب الثاني يتعلق بالكتلة الديموغرافية ليهود المغرب، التي كانت كتلة كبيرة العدد في شمال أفريقيا إلى حدود خمسينيات القرن الماضي. وفيما يتعلق بيهود المغرب كما تعلمون في الكتابات الأكاديمية، فقمت بتتبع المقاومة عند اليهود في بعض الكتابات، وعلى رأسها كتابة الأستاذ محمد كنبيب، الذي يعد مرجعا أساسيا في يهودي المغربي وما يتعلق بذاكرتهم. كذلك لا بد عندما نتناول يهود المغرب أن نتناول أطروحة الأستاذ عبد الله العميد يهود منطقة سوس، وكذلك ما كتبه الأستاذ عمر بوم يهود المغرب وحديث الذاكرة. هذا طبعا دون إغفال كتابات الأستاذ شحلان. قد يتساءل سائل: هل ساهم يهود المغرب في الاستقلال؟ بمعنى هل كان لهم دور في المقاومة؟ وعندما نتحدث هنا عن المقاومة نتحدث عن شقين: المقاومة المسلحة والمقاومة السياسية. بالنسبة للمقاومة العسكرية، الكتابات شحيحة في هذا الصدد، ولكنني ارتأيت أن أستأنس بالرواية الشفوية وأنطلق مما هو محلي. أقصد بذلك مثلا منطقة إفران الأطلس الصغير، التي تعد من أقدم المناطق في سوس وفي جنوب المغرب عموما، التي كانت جماعات اليهود استقرت فيها. فالرواية الشفوية تذكر أنه بعد الدخول الفرنسي إلى جنوب المغرب وبالضبط إلى الأطلس الصغير، كان يهود ملاح إفران يقدمون مساعدات في السر للمقاومين وللذين كانوا يحملون البندقية من أجل الدفاع عن استقلال المغرب والدفاع عن أراضيهم ومقدراتهم وممتلكاتهم. فكانت الرواية الشفوية تقول بأن يهود إفران كانوا يقدمون الشاي والسكر، وكانوا يقدمون مواد غذائية للمقاومين، بل أكثر من ذلك
كانوا يقدمون بعض الأسلحة البيضاء التي كان حرفي ملاحي إفران الأطلس الصغير ماهرون في صناعتها، وعلى رأسها السكاكين والسيوف. بل أكثر من ذلك، تقول الرواية الشفوية بأن بعض التجار اليهود الذين كانوا يزورون ويتعاملون تجاريا مع مدينة الصويرة كانوا يجلبون منها أحيانا بعض المسدسات وبعض الذخيرة ويسلمونها للمقاومين بهذه الربوع من الأطلس الصغير. كذلك لا بد أن نشير إلى أن الملاحات بسوس وبالمغرب عموما غالبا ما كانت تتواجد في مناطق استراتيجية، الأمر الذي يسمح أحيانا للمقاومين بتوظيف هذه الملاحات فيما يتعلق بالأعمال أو العمليات الفدائية التي كانوا يقومون بها. ولطالما احتفظت كذلك الذاكرة الجماعية بأعمال بطولية قدمها يهود للمقاومين، وتجلت أساسا في أن بعض المقاومين عندما يكون هاربا من فرنسا من الجيش الفرنسي كان غالبا ما يختبئ في إحدى غرف الملاح التي تعد ملجأ آمنا بالنسبة لهؤلاء المقاومين. بطبيعة الحال الأستاذ عبد الله الغميد تطرق في كتاباته عن يهود سوس إلى الدور الكبير الذي كان يلعبه اليهود في حركة أحمد الهيبة الرامية إلى مقاومة الاحتلال. فقد أكد بأن يهود ملاح أيت موسى بقبيلة إيدوزيكي الواقعة بين أكادير ومراكش أن هؤلاء انخرطوا في حركة أحمد الهيبة، مما عرضهم للانتقام من طرف فرسان حركة المتوقي أثناء اجتيازها للمنطقة سنة 1913. هذا أو في هذه السنة كما ذكرت سنة 1913 كانت سنة مؤلمة بالنسبة ليهود أيت موسى بقابلة دوزيكي. لماذا؟ لأن نتيجة انخراطهم ونتيجة تقديمهم الدعم للمقاوم أحمد الهيبة تعرضت أملاكهم للدمار، وتم استهدافهم بشكل كبير، مما جعل يهود إيدوزيكي حسب فلامون يفرون إلى مناطق جبلية. لا ننسى كذلك أن الأستاذ عبد الله الغميد تطرق إلى أن يهود سوس لعبوا دورا كبيرا في تزويد أحمد الهيبة بمساعدات مالية، وساعدوه أحيانا في صرف الأموال التي كان يتلقاها من أجل المقاومة ومحاربة الفرنسيين. ويذكر اليهودي أبراهام همو الذي اعتقل بسبب توسطه لأحمد الهيبة لدى تجار الصويرة من أجل تزويده بالعملات أو بالمال. إذن دون أن ننسى كذلك أن الأستاذ أحمد كنبيب تحدث عن دور اليهود في مقاومة الريف التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقال بأن هؤلاء اليهود لعبوا دورا كبيرا في تمويل بين قوسين المتمردين الذين يقصد بهم المقاومين. هؤلاء المتمردين في نظر الحماية الفرنسية. هذا الأمر أغضب كثيرا الكولونيل هيو، كما تطرق إلى ذلك الأستاذ محمد كنبيب في كتابه
يهود المغرب ما بين 1912 1948. مقطع من هذا الكتاب سأتلو منه بعض الشذرات المتعلقة بهذا الأمر. كانت مساهمة اليهود في المقاومة بالنسبة للريف أكثر مباشرة ومحفوفة بمخاطر أكبر، فقد قام صناع تقليديون يهود بمهام متعددة، من جملتها العملية الدقيقة والخطيرة المتمثلة في نقل الغازات والمواد المتفجرة من قنابل الطائرات التي لم تنفجر إلى أنابيب كانت تستعمل كقذائف من طرف مدفعية محمد بن عبد الكريم الخطابي. كما تكلفوا بصنع قنابل يدوية كان يقومون بحشوها بمتفجرات يأخذونها من مقذوفات لم تنفجر من جميع الأصناف. إذن كان هذا من ما أورده الأستاذ محمد كنبيب. إذن عموما منذ الحماية الفرنسية 1912 كان اليهود حاضرون بقوة في المساعدة، رغم أنهم لم يكونوا في الخط المباشر للمقاومة، إلا أن عديد من الملاحات بالمغرب كانت تقدم مساعدات بشكل مباشر أو غير مباشر للمقاومة وللذين حملوا السلاح من أجل الدفاع عن حوزة البلد. بطبيعة الحال لا بد أن نذكر بعد 1912 أسماء يهودية كان لها دور كبير في النضال من أجل الحرية والانعتاق، وعلى رأس هؤلاء إبراهيم السرفاتي أو أبراهام السرفاتي الذي كان من يهود طنجة، ورغم أنه كان من عائلة ميسورة وعائلة بين قوسين برجوازية، إلا أن هذا الرجل انخرط في الحزب الشيوعي المغربي، وقبل ذلك كان والده كذلك من الذين انخرطوا في الحركة الوطنية. ودافع أبراهام السرفاتي عن استقلال المغرب، وتعرض سنة 1958 للاعتقال لتوزيعه لمناشر في هذا الصدد، بمعنى مناشر تدعو إلى الاتحاد ومحاربة الاحتلال. كذلك السرفاتي نفي سنة 1952 إلى فرنسا، ووضع تحت الإقامة الجبرية نظرا لموقفه من الاحتلال الفرنسي. كذلك لا بد أن نشير إلى والد المستشار الملكي حاليا السيد أندري أزولاي، الذي كان والده كذلك من رواد الحركة الوطنية ومن الذين ناضلوا من أجل محاربة الاحتلال، الأمر الذي كان وراء إعفائه من منصبه. كذلك الرفيق الراحل شمعون ليفي الذي التحق بالحركة الوطنية ولم يكمل عقده الثاني. سيمون ليفي كان من الوجوه المغربية الذين تشبعوا بالثقافة المغربية وتشبعوا بالروافد الحضارة المغربية، وكان من الذين ناضلوا من أجل الاستقلال المغرب في كتاباته وفي ترافعه، وكان من الذين رفضوا الجنسية الفرنسية التي عرضت عليه. بطبيعة الحال هناك يهود مغاربة كل من موقعه الذين خصوصا الأكاديميين اليهود المغاربة الأكاديميين الذين وظفوا كتاباتهم من أجل الحرية والانعتاق. إذن حتى لا أطيل عليكم، لا أحد ينكر بتاتا بأن لليهود المغاربة دور كبير في الدفاع عن حوزة البلد، وتجلى هذا ليس فقط بعد فرض معاهدة الحماية، ولكن كذلك حتى إبان أوج الحركة الوطنية. هذا يعكس بأن يهود المغرب على مر التاريخ كانوا موجودين في كل المحطات وفي كل المناسبات، ولا أدل على ذلك أنه حتى بعد حصول المغرب على استقلاله وبناء الدولة الحديثة
اليهود المغاربة رغم تواجدهم خارج المغرب، تواجدهم إما في مؤسسات دولية أو تواجدهم في لوبيات تتعلق بالاقتصاد أو تتعلق بمؤسسات ضغط متنوعة. اليهود المغاربة كانوا دوما السباقين إلى الحنين إلى بلادهم، وكانوا السباقين إلى الدفاع عن كل المصالح المغربية. لماذا؟ لأن يرون أنفسهم استثناء لدى كل يهود العالم. لماذا؟ لأن يهود المغرب لطالما عاشوا لمئات السنين في جو التعايش، في جو الانصهار، وفي جو الانسجام، رغم ما شابه بعض المحطات التاريخية ليهود المغرب من بعض الأمور التي أراها طبيعية، إلا أنه عموما اتسمت وضعية اليهود المغاربة بالاستثناء. لماذا؟ لأن النظام المغربي أو نظام الحكم في المغرب لطالما اعتبر اليهود من الروافد الحضارية للبلاد، ولطالما اعتبروا من الرعايا الأوفياء للمغرب ولسيادته ولمقدساته. إذن أشكر فضاء المقاومة، فضاء الذاكرة المقاومة والتحرير بأكادير على فرصتهم هذا للمساهمة في تبيان دور يهود المغرب وما قاموا به من أجل جلاء المستعمر، وما يقوم به إلى حدود الساعة من أجل الدفاع عن المصالح المغربية أينما وجدوا. متابعينا الأفاضل، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الندوة الفكرية التي حاولنا من خلالها التعريف بمحطات تاريخية خالدة من ذاكرة المقاومة والكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. شكرا مجددا للسادة الأساتذة الأجلاء الذين لبوا دعوتنا بصدر رحب وساهموا معنا في إغناء موضوع هذه الندوة. شكرا لكم متابعينا الأفاضل على حسن المتابعة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.